بمجرد ما الشخص اللي انت بتعمل فيه الخدعة يكتب كل الارقام دي كلها تحت بعض وهو اللي يختارهم، وانت بمجرد ما تبص لهم كده من اول كام ثانية تروح كاتب التوتال بتاع النمبرز دي كلها، يعني تجمعهم كل دول في اقل من ثانية وتكتب الناتج الاخير اللي هو هيكون 814، وبعد كده تقول له انت اجمعهم بقى كلهم بالآلة الحاسبة ويطلع فعلا نفس الناتج. هو ده اللي انا هعلمه لك في الفيديو ده. هخليك تتعلم خدعة من اجمد الخدع الرياضية اللي تبهر اي شخص انت نفسك تبهره، ومش شخص واحد، انت ممكن تبهر مجموعة ناس وتكررها اكتر من مرة مع اي شخص وبرضه هتنفع معاهم. كمل الفيديو ده لغاية الاخر، ويا ريت ما تجريش اي حاجة لاني مش عايز اي حاجة تفوتك، وعايزك تعمل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد انا بنزله. اوكي، تابعني. نسيت اعرفكم بنفسي، انا فادي جاكسون، وانا هنا بعلمك ازاي تبهر الناس بالعاب سحرية والعاب عقل والغاز وحاجات رياضية، وهنزل لكم فيديوهات جامدة جدا 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 كل اسبوع. ما تنساش تتابعني. يلا بينا تعال نشوف الخدعة دي عملناها ازاي. بصوا يا جماعة، اول حاجة عشان تعمل الخدعة دي وتنجح معاك 100%، بتخلي الشخص اللي انت هتعمل معاه الخدعة يختار اي رقمين من دماغه ويحطهم تحت بعض. فانا مثلا هختار هنا 2 واحط تحتها 8. وعشان اللعبة دي تنجح معاك بشكل كبير جدا، وانت بتقول للشخص اللي هتعمل معاه الخدعة يا ريت تختار رقمين وتحطهم تحت بعض وكل رقم يكون اقل من 10، عشان الارقام ما تكبرش منك وتقدر تحسبها بسهولة. بعد كده تاني خطوة هتجمع اول رقمين. ده انت بتفهم الشخص، بتقوله هتجمع اول رقمين انت كتبتهم، وكل الكلام ده بيحصل وانت مش شايف اي ارقام هو كاتبها. انت بتقوله استخبى كده واكتب الارقام اللي انت عايزها وانت مش هتشوف اي حاجة. فاتنين زائد 8 هتكتب 10. تقوله بعد ما تجمع الرقمين الاولانيين دول، الرقم اللي طلع تجمعه على اللي قبله. فتمانية زائد 10 18. قوله الرقم اللي طلع اجمعه على اللي قبله، هتطلع معاك 28. والرقم اللي يطلع تجمعه على اللي قبله يبقى 46، وهكذا. طب هفضل اكرر الخطوة دي لغاية امتى؟ لغاية لما يبقى عندك 10 ارقام تحت بعض، يعني 1 2 3 4 5 6. انا 6 لسه محتاج اكمل الخطوات دي لغاية لما يبقى 10 ارقام. 46 زائد اللي قبله هيبقى 74. تجمعه على اللي قبله هيبقى 120. 120 زائد 74 يبقى 194. 194 زائد 120 يبقى 314. كده انت كملت ال10 ارقام. حاجة مهمة اوي تقولها له، لو الارقام كبرت منك وانت بتحسب قول له يا ريت تستخدم الآلة الحاسبة. ليه؟ لان اي غلط هيحصل الناتج اللي انت هتكتبه في الاخر مش هيبقى ماتشنج مع التوتال بتاع الارقام دي، فهيبقى مش لذيذة يعني. فانت بس بتديله المعلومة دي، بتقول له اول رقمين بتكتبهم من دماغك بتجمعهم على بعض، الناتج اللي طلع تجمعه على الرقم اللي قبله على اللي قبله على اللي قبله على اللي قبله، لغاية لما يبقى عندك 10 ارقام زي بعض. بعد ما يخلص قول له اتأكد ان هم 10 ارقام، فلما يعدهم كده يبقوا 10 ارقام تحت بعض. قول له خلي الورقة انا مش هشوف منك حاجة. قول له جهز الكالكوليتر بتاعتك في الموبايل، وهنعد لغاية 3. اول ما يجهز الكالكوليتر قول له بقى عايزك تجمع ده زائد ده زائد ده، تجمعهم كلهم وتشوف التوتال كام. وانت بمجرد ما تبص كده على الارقام هتكتب التوتال هنا في ثانية الا ثانية. طب هتعمل الكلام ده ازاي؟ تعال اقولك. هتبص على الرقم الرابع من تحت، يعني انا 1 2 3 4، وتمسك الرقم ده. هو ده يعتبر الماجيك نمبر بتاعك، هو ده الكي اللي هيحل معاك اللغز ده كله ويجيب لك التوتال بتاع الارقام دي. طب هعمل فيه ايه؟ هقولك على الخطوة اللي هتعملها. انت هتمسك الرقم ده، الخطوة اللي انا هكتبها هنا دي بتكون بتحصل في دماغك، ما بتكتبهاش على اي حاجة، بس انا هكتبها لك هنا عشان تبقى عارف انت هتفكر ازاي في مخك. هتمسك ال74، تمسك الرقم 4 زائد ال7، يعني تجمعهم على بعض فيديني كام؟ هيديني 11. 11 ده بيتكون من كام رقم؟ بيتكون من رقمين، واحد على اليمين وواحد على الشمال. هتمسك الواحد اللي على الشمال ايا كان بقى، هو طلع 1 طلع 2 طلع 3 whatever. تمسك الرقم اللي على الشمال
وتجمعه على الرقم اللي هو ال7. فواحد زائد 7 كام؟ 8. طب والرقم الواحد اللي على اليمين ده تعمل فيه ايه؟ لا، هتنزله زي ما هو، والاربعة دي تنزل زي ما هو. ده كده الناتج بتاعك يا باشا. يعني التوتال بتاع الارقام دي كلها لما تيجي تجمعهم هيطلع معاك 814. طبعا هو لما يجي يحسب هو هياخد وقت بالكالكوليتر ويتفاجئ ان انت عندك دماغ خارقة. انت ازاي حسبت الارقام دي في ثانية الا ثانية كده؟ طبعا لعبة جامدة جدا ومبهرة، خصوصا لو انت مثلا مدرس ماث مثلا، مدرس رياضة في الفصل وعايز تعمل حاجة كده تجنن بيها الولاد، او انت مثلا في الجامعة وعايز تعمل لهم حركة تبين ان انت شخص يعني مفيش زيك. ما علينا. لو انت عاجبك النوع دوت من الخدع، فانا عايزك بس تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك النوتيفيكيشن ان انا نزلت فيديو جديد. بلس ان انا ناوي اعمل زي تعليم في كل انواع الخدع، وخدع مش هتشوفها في اي حتة تاني غير في القناة هنا. فياريت تدعمني بلايك وشير الكلام ده مع اصحابك، و thank you.